هو ماتش 6-1 ده كابتن مدحت شلبي اللي شايله لك ولا انت فعلا كنت وحش في الملعب؟ الماتش موجود. انت في رايك ايه؟ انا كنت احسن واحد في الفرقه بتاعتنا في الملعب، واحسن من اي حد موجود في النادي الاهلي في الماتش ده في الملعب. ومش هيبقى كلام مرسل، الماتش موجود ونتفرج على الماتش ونشوف. يعني انت كنت رجل المباراه في ماتش 6-1؟ راجل مباراه بالنسبه للاهلاويه طبعا. لا لا معلش، انت بتقول لي انا كنت احسن واحد في ال 22 لعيب. انا شايف نفسي كده يعني الوحيد اللي كان كرة تبقى جايه وياخدها على صدره وينزل بيها ويباصي ويطلع عادي كانه مش في حته تانية خالص، ولا فارق معايا اي حاجه. انا اعرف ايه بيتقال في التلفزيون؟ لا مالناش فيه بقى، مالناش دعوه. تاني يوم خارج يا بيبو مش فاهم، ما انتش فاهم حاجه. لا خلينا جوه الملعب. ما انا بقول لك اهو، يعني انت خالد بيبو عدى منك مباشره، رقصك ترقيصه مباشره واحده بس. ايوه يعني جول وحتى الجول اللي هو عدى مني فيه جوه، انا خلاص انا رايح اقابل واحد طبيعي لازم السيرت باك الثاني ولا الباك العكسي يكمل يعني في الناحيه الثانيه. هم سلموك خالص، ما مش مشكله عادي. حملني واحده يعني، هي دي ماشي بتاع بيبو. لكن بيبو في الماتش ده اصلا كمان ما كانش فرود. بيبو كان بيلعب يعني فرود متاخر، كان بيجي من تحت وكان يعني المفروض اللي بيمسكه لعيب في نص الملعب، لا داعي لذكر اسمه، خلاص مش فارقه خلاص يعني ملوش لازمه. وخلاص. لكن هو كابتن مدحت لما قال بيبو بشير بيبو بشير، فهم بقى جمهورهم الله يسامحهم بقى ما بيصدقوا. عملت مثلا بتاع 3 مليون خناقه. مع مين؟ قول مش مع مين. لا مع مين؟ قول مش مع في مين. الشارع يعني. انا مش فاهم حاجه وانا ماشي في الشارع يعني. تاني يوم يا بيبو يا بيبو بيبو بشير يعني مش انا ما شفتش الكلام ده في التلفزيون. انت كنت في الماتش كتير بالصدفه شفته في التلفزيون. ايوه الاجوان وبتاعه الكلام ده كله. قلت يعني الناس دي تقصد كده. حصل يعني مجزره بيني وبين مدحت شلبي في ازاي بقى؟ كنت كل 3 دقايق طالع له في التلفزيون تديله. مش بديله، ده انا كنت بحدف في طوب. ما هو ما يقصدش الكابتن مدحت اكيد، هو كابتن مدحت عفوي خالص. يقصد ما يقصدش ايه يعني يقصد ان هو مثلا يشيلها لك. هو عفوي ولا والله ما بهرج. احنا قاعدين على المصطبه ده بطلنا ده كده. انا كان هيمشوني السنه دي من النادي الكابتن